بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعينا الأوفياء، معكم أخوكم العز مسير قناة The Golden Man DZ، مختص وخبير في بيع وصناعة المجوهرات الذهبية. سوف تجدون في قناتي إن شاء الله كل ما يتعلق بعالم المجوهرات. تابعوا معنا. درك راح نبداو في الإجابة عن السؤال. سقساتني واحد الأخت في اليوتيوب، قالت لي عندي قيمة ذهب 20 جرام وعجبوني مقايس عند الساغي ب45 مليون. كيفاش يقيم الساغي ذهبي المقدر ب20 جرام وشحال نزيدو صوارد باش نشري عليه المقايس هذا؟ شوفي الأخت، دركا راح نحاول نجاوب بكل بساطة باش تفهموني. بصح مانيش راح ندير 20 جرام قد قد الذهب تاعك، راح ندير برك مثال بسيط باش تفهمين. مثال انتي رحتي للساغي، صح؟ رحتي له وعجبوك مقايس وانتي عندك قطعة ذهبية. اول حاجه راح تختاري بين راح يعطيك تخيري بين المقايس. مثال عجبوك هذا، لا نقولوا عجبوك هذا مخلاخ الهند. مش معناه كي نقول لكم مخلاخ الهند سما مجايين من الهند، هذا ما مخدومين في الورشه تاعنا، هذم كامل قطع ذهبيه راهي خدمه يدي وتلقاوها غير في المتاجر تاعنا. ايوا باش نعودو متفاهمين برك. هذم اخاوتي يديروا ب45 مليون مثال فقط، سعره غير ثابت. مثال هذا قالك الساغي يديروا ب45 مليون، صح؟ وانتي حابة تدي هذا، والذهب تاعك فيه ميداي فتلة وفيه مثال عندك سنس لا كارافاش. ما كانش اللي ما تعرفش فيكم سنس لا كارافاش، كامل يعرفوها. هاي سنس لا كارافاش. وعندك ميداي. كي يجي الاخت يحسبهم لك، ما يحسبهم لكش قطعه على اساس قطعه واحده، يحسب لك سنسله وحده ويحسب لك لا ميداي وحده. علاش؟ لا خاطر الميدايا صنع محلي والسنسله تاع لامبورطاسيون، سما السعر تاع السنسله مختلف على السعر تاع لا ميداي، لا خاطر هذه ذهب محلي وهذه ذهب تاع الخارج، هذه معروفه. سما ما يحطش قطعه كيما هكا ويعطيك سعر، لا لازم ينحي السنسله من لا ميداي ويحط لا ميداي وحدها. قدا فيها لا ميداي فيها 9.34 جرام، 9.34 يضربها في السعر اللي راح يشري به. هنا في باتنا يشريو في لي ميداي تاع الفتله يشريو فيهم ب 630. هذا في 3 رانا في اليوم 3 جوان، يوم 3 جوان يشريو فيه ب 630 الجرام. واش يديروا 630 يضربها في عدد الجرامات 9.34 تطلع 5 ملايين و880. سما هذه سعرها 5 ملايين و880، صح؟ ومن بعد يزيد يحط سنسلة، يحط سنسلة كارافاش. سنسلة كارافاش تدير فيها 3 جرامات فاصل 86. واش يدير 3 جرامات فاصل 86 يضربها في 660. لا خاطر راهم في باتنا هنا في 3 جوان 2020 راهم يشريو في الذهب تاع لامبورطاسيون وسناس الكارافاش ب 660 الجرام. سما كي نضربو 3.84 في 660 تطلع عنا 2 ملايين و534 ألف. هنا وش يدير؟ هو يجمع السعر تاع السنسلة مع السعر تاع لاميداي، يجمعهم مع بعضهم. كي يجمعهم مع بعضهم تطلع 8 ملايين و420. سما انتيا الذهب تاعك راهو يسوى 8 ملايين و420. الذهب اللي راح تدفعيه في المقايس في الخلاخل هذا راهو يسوى 8 ملايين و420. وتختلف الأسعار من منطقة لمنطقة ومن مدة زمنية لمدة زمنية. سما اليوم راهو يسوى يوم 3 جوان يسوى 8 ملايين و420. سما الساغي هنا واش راح يدير؟ راح على اساس انه راح يشري عليك لاكاس تاعك ويحولها لك صوارد وتزيدي له الفارق هذاك وتدي المقايس تاعك. سما هنا الفارق قداش تزيدي له؟ احنا قلنا هذا يدير ب45 مليون، 45 مليون تنقصي منها 8 ملايين و420 قداش؟ احسبوا معايا، ناقص 8 ملايين و420. هنا راح تزيدي له الاخت حوالي 36 مليون و500.
كيعود عندك قيمة هذا الذهب وراح حبة تشتري المقايس هذا ب45 مليون، وذهبك قيمته 8 ملايين و420، راح تزيدي له حوالي 36 مليون و500. هذا هو. ان شاء الله يكون تفسير واضح، ان شاء الله يكون تفسير بسيط. اذا ما فهمتوش ولا حابين نعاود لكم الفيديو اكتبوا لي في التعليق من الاسفل. الحلقة الجاية ثاني راهي مبنية على سؤال مهم جدا. هنا نكونوا لحقنا نهاية الحلقة تاعنا. ان شاء الله الفيديو يكون في المستوى، ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. اللي مازال ما دارش ابوني دير ابوني. اللي حاب يتواصل معنا راني حاط روابط الانستغرام والفيسبوك في صندوق الوصف. هذه هي خاوتي. اللي عنده اي سؤال يخليه في التعليق في الاسفل. دركا ما عليا غير نقولكم سلام وتهلاو في رواحكم.